إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 26 من فبراير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم للحديث عن ميثاق السودان التأسيسي الذي وقعته الحركات المسلحة وبعض القوى المدنية مع الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي نهاية الأسبوع الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الصومال وأثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق تعاون عسكري يهدف إلى نشر قوات أثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال. والجيش السوداني يقول إن قواته تحرز تقدما في محاور القتال المختلفة ضد قوات الدعم السريع. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وسائل إعلام صومالية بأن الحكومتين الصومالية والأثيوبية أبرمتا اتفاقية تعاون عسكري تهدف إلى نشر القوات الأثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال. جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية بين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التي جرت في أديس أبابا من 14 إلى 16 من فبراير الجاري، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. ووفق ما ذكر موقع الصومال الجديد، فإن وفدا أثيوبيا رفيع المستوى ضم رئيس أركان الدفاع الأثيوبي المشير برهانو غولا ورئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني الأثيوبي رضوان حسين، كان قد وصل إلى مقديشو يوم السبت الماضي في زيارة سرية استغرقت يوما واحدا. وتم خلال الزيارة مناقشة التهديدات الأمنية الإقليمية بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. أعلن الجيش السوداني عن إحراز تقدم في جبهة القتال ضد قوات الدعم السريع في كافة المحاور. ففي محور شرق النيل قال الجيش السوداني إن قواته استطاعت السيطرة على جسر صوبة الذي يعد شريان التغذية لقوات الدعم السريع والممر الاستراتيجي للعبور من شرق النيل تجاه منطقة جبل أولياء التي ما زالت تحت سيطرة قوات الدعم السريع حتى تحرير هذه النشرة. وفي محور العاصمة الخرطوم استطاعت القوات الحكومية من الوصول إلى جسر الحرية الرابط بين شمال وجنوب الخرطوم. وفي ولاية شمال كردفان تمكن الجيش السوداني من فك الحصار عن مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وذلك بالتحام القوات الآتية من جهة الشرق بقوات الفرقة الخامسة هجان في مدينة الأبيض، وفتح الطريق البرية الرابطة بين مدينة الأبيض ومدن وسط السودان. يأتي ذلك في وقت وقعت فيه الحركات المسلحة المناوئة للجيش وبعض القوى المدنية ميثاق السودان التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي بهدف إقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما دفع الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد حكومة كينيا ورئيسها ويليام روتو بحجة التدخل في الشأن السوداني واستضافة أنشطة لقوات الدعم السريع تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلاد. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات،
كما أشرنا في بداية البرنامج وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، نستعرض لكم فيما يلي مقالا تحليليا عن ميثاق السودان التأسيسي الذي وقعته الحركات المسلحة وبعض القوى المدنية مع الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي نهاية الأسبوع الماضي، والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأحد 23 من فبراير الجاري. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه في حلقة اليوم للتطورات والمستجدات في السودان الشقيق، حيث شهدت العاصمة الكينية الأحد الماضي وبعد عدة أيام من المداولات والنقاشات بين الحركات المسلحة وبعض القوى المدنية، شهدت توقيع ميثاق سياسي أطلق عليه ميثاق السودان التأسيسي، وذلك بهدف تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية الحالية يكون مقرها مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في السودان. ويعد هذا الإعلان أو التوقيع الأول من نوعه بهذا الزخم وهذا الحشد الذي فاجأ الجميع بجمع المتناقضين الدعم السريع والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو في طاولة واحدة في لونة جديدة من لونيات تقاطع المصالح على الراهن السوداني. وكانت الحكومة السودانية استنكرت الأسبوع الماضي استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك تشجيعا لتقسيم الدول الإفريقية وخروجها عن قواعد حسن الجوار. كما اعتبرت الحكومة السودانية تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتبرت أن ما قامت به كينيا تأكيدا لمواقفها الداعمة لقوات الدعم السريع حسب تعبيرها. واستدعت الحكومة السودانية سفيرها من نيروبي للتشاور في إشارة لتصعيد الأزمة بين البلدين. من جانبها قالت كينيا ردا على اتهامات الحكومة السودانية إن استضافتها اجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول توقف حرب السودان، وأنها تسعى للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، حول موضوع توقيع ميثاق السودان التأسيسي نهاية الأسبوع في العاصمة الكينية نيروبي، يسعدنا أن نستعرض لكم فيما يلي مقالا تحليليا كتبه مراسل صحيفة الشرق الأوسط السعودي أحمد يونس، ونشر في عدد الصحيفة اليوم الأحد الماضي الموافق 23 من فبراير الجاري. نتابع. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. يستهل أحمد يونس بالخبر فيقول: وقعت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة مع قوات الدعم السريع ميثاقا سياسيا أطلقت عليه اسم ميثاق السودان التأسيسي، أنهى جدلا دستوريا متطاولا بالنص صراحة على أن يكون السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، مع منح الشعوب السودانية حق تقرير مصيرها في حال عدم إقرار الدستور المؤقت أو الدائم الذي سيوقع عليه لاحقا علمانية الدولة بصورة واضحة. ويدعو الميثاق الذي اطلعت عليه الشرق الأوسط إلى تأسيس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية. وتهدف هذه الحكومة وفق الميثاق إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق والحفاظ على وحدة السودان. وجرت مراسم التوقيع خلال اجتماع مغلق بمركز جومو كينياتا للمؤتمرات وسط العاصمة الكينية نيروبي، بعد اجتماع حظي بتغطية إعلامية واسعة الأسبوع الماضي في مبنى مملوك للحكومة الكينية الذي أدانته وزارة الخارجية في الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف عقب اجتماعه مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الأحد
أن الحكومة الموازية لن تحظى باعتراف أحد. وتابع: نتشاور باستمرار مع مصر لخطورة الأوضاع في السودان والمنطقة. وقال: لا توجد أي وسيلة لإيقاف الحرب إلا باستسلام قوات الدعم السريع والقضاء عليها. وأضاف علي يوسف قائلا: الجيش السوداني يسيطر بخطى ثابتة نحو استعادة السودان لحضن أبنائه، مشيرا إلى أن المشاورات مع مصر مستمرة لخطورة الأوضاع الداخلية في السودان والأوضاع الإقليمية. بدوره أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض مصر أي دعوات لتشكيل أي أطر موازية للإطار القائم في السودان، مشيرا إلى أن السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر بالنسبة لمصر. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لتوقيع ميثاق السودان التأسيسي الذي وقعته الحركات المسلحة وبعض القوى المدنية مع الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وتشير توقعات مراقبين إلى أن الحكومة المزمعة ربما تنال رضا عواصم قريبة من الدعم السريع مثل أوغندا وأثيوبيا وتشاد إفريقيا الوسطى وحتى جنوب السودان الذي استدعى سفيره من السودان احتجاجا على مقتل العشرات من مواطنيه، إلى جانب كينيا المضيفة للحدث. وقال الموقعون على الميثاق إنهم سيشكلون حكومة سلام بالرغم من المخاوف التي عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الذين اتهموا قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وإبادة جماعية منذ أن بدأت قتال الجيش السوداني في أبريل نيسان 2023. من جهته قال حاكم إقليم دارفور مني أركمنا والأحد إن المشاركين في التوقيع على وثيقة الدعم السريع أصبحوا قانونا شركاء في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي مارسته قوات الدعم السريع في السودان. وشهدت مدينة نيروبي الكينية في وقت مبكر من صباح الأحد توقيع الميثاق الذي يهدف لتشكيل حكومة أطلق عليها حكومة السلام لتكون موازية للحكومة الموالية للجيش والتي تتخذ من مدينة برسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمة مؤقتة. وشارك في توقيع الميثاق أكثر من 20 حزبا وحركة مسلحة وقوى مدنية إلى جانب قوات الدعم السريع، أبرزها حزب الأمة القومي ووقع عنه رئيسه فضل الله برما ناصر، وقوات الدعم السريع ووقع عنها قائد ثاني القوات عبد الرحيم حمدان دقلو، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو ووقع عنها نائب رئيسها جوزيف توكا، والجبهة الثورية ووقع عنها عدد من ممثليها أبرزهم رئيس حركة العدل والمساواة سليمان سندل وعضوا مجلس السيادة السابقان الهادي إدريس والطاهر حجر. ووقع عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل القيادة في الحزب إبراهيم المرغني. وجاء الميثاق مختلفا عن كافة المواثيق السودانية السابقة، وقطع جدلا مطولا بين دعاة الدولة الإسلامية والمدنية والعلمانية، واستخدم مصطلح الشعوب السودانية بديلا لمصطلح الشعب السوداني الذي ظل مستخدما لتوصيف السودانيين منذ الاستقلال، كما أعطى هذه الشعوب حق تقرير المصير حال رفض العلمانية. ويؤسس الميثاق الجديد حسب الموقعين عليه لتشكيل سلطة جديدة في البلاد أطلق عليها حكومة السلام الانتقالية. ووفقا لتصريحات صحفية ينتظر الإعلان عن تشكيل الحكومة من داخل السودان في موعد أقصاه شهر من توقيع الميثاق. ولفتت المشاركة الكبيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو وعدد من كبار قادة حركته العسكريين والسياسيين الأنظار، وكان توقيعها على الميثاق السياسي مفاجأة كبيرة أذهلت المراقبين. وخاطبت بنود الميثاق الظروف الناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لأكثر من 21 شهرا، وشددت على أن حماية المدنيين من الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية للملايين من المتضررين من النزاع تعد أولوية قصوى للحكومة المزمع تشكيلها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي،
والتي نخصصها اليوم لتوقيع ميثاق السودان التأسيسي الذي وقعته الحركات المسلحة وبعض القوى المدنية مع الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأكد الموقعون في هذا الميثاق تمسكهم بوحدة السودان الطواعية أرضا وشعبا، مع التأكيد على ضرورة تأسيس دولة تقوم على أسس عادلة ومستدامة بمعالجة الجذور التاريخية لأسباب الحروب. وذكرت القوى الموقعة على أن دوافعها الرئيسية لتأسيس حكومة تمثل كل السودانيين هو إنهاء الحرب بعد رفض الحكومة التي تتخذ من برسودان عاصمة مؤقتة لها كل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام حسب تعبير البيان. واتفقت الأطراف على إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات بأن تعمل الحكومة المزمع تشكيلها والإعلان عنها في غضون شهر من التوقيع على تأسيس جيش وطني جديد مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة يخضع لسلطة ورقابة الحكومة المدنية ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وشدد الميثاق على حل وتفكيك حزب النظام المعزول المؤتمر الوطني وحاضنته التنظيمية الحركة الإسلامية وكل واجهاتها ومصادرة أموالها وأصولها لصالح الدولة، ويشمل ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات المتحصلة عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج. واعتمد الموقعون نظاما اقتصاديا اجتماعيا يكفل حرية آليات السوق مع ضمان تدخل الدولة الإيجابي لحماية وتنمية الفئات المستضعفة. وبشأن السياسة الخارجية للحكومة، دعا الميثاق السياسي إلى النهي عن سياسة المحاور التي ظلت تعتمدها السلطة غير الشرعية في برسودان حسب تعبير الميثاق، والتي تهدد مصالح الدول على البحر الأحمر، ما خلق حالة من الاستقطاب والاصطفاف الدولي تجعل البلاد طرفا في هذه التكتلات التي لا تساعد في وقف الحرب. ورأت أنه من واجب الحكومة أن تساهم في إنهاء هذا الوضع الذي يشكل خطرا ماحقا على استقرار السودان وأمنه القومي. وذكر الميثاق أن استمرار الحرب التي تقف خلفها الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني حسب تعبيره خلق ظروفا مواتية لجذب الحركات الإرهابية في السودان الذي أصبح مرتعا ومنصة لانطلاق عملياتها في الإقليم والدول المجاورة، مشيرا إلى أن حكومة السلام ستبذل كل جهدها لمكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم. بيد أنه مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، في حال أفدى هذا الميثاق إلى تشكيل حكومة موازية، فإن ذلك لا يعني قطع استقلاليتها عن التبعية لقوات الدعم السريع التي تحاول أن توجد من خلالها غطاء قانونيا وتضفي عليها شرعية لتبرير مواصلة الحرب والانتهاكات بحجة أنها تلبي مطالب الشعب السوداني، وهي المتهمة من قبل المنظمات والجهات الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين. كما أن بعض ما جاء في بنود الميثاق يعد ضربا من المستحيل، ولا يمكن للموقعين في الميثاق من تحقيقه أو تثبيته على أرض الواقع إلا في إطار تدخل أجنبي كبير يدفع فاتورته أهل السودان كلهم قتلا وتشريدا ودمارا. وأعني هنا تأسيس جيش وطني جديد مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة في ظل وجود جيش استعاد عافيته وتماسكه وحقق مكاسب كبيرة على أرض الواقع بعد الهزة التي تعرض لها، تشهد على ذلك انتصاراته المتتابعة على قوات الدعم السريع التي وصلت ذات يوم إلى تخوم ولاية شرق السودان قبل أن تنكمش وتحاصر في مساحات ضيقة من العاصمة الخرطوم بعد خسارتها للمساحات الجغرافية الكبيرة في وسط وجنوب السودان، بل وحتى العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الصومال وأثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق تعاون عسكري يهدف إلى نشر قوات أثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
والجيش السوداني يقول إن قواته تحرز تقدما في محاور القتال المختلفة ضد قوات الدعم السريع. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا.